الواحد لسه في اول رمضان وبيجي لي حالة جوع رهيبة بعد الفطار بساعتين. امال لما اوصل لاخر رمضان هعمل ايه؟ ده غير ان البشرة باهتة والشعر ضعيف. ده حال ستات كتير قوي في رمضان. وعشان كده منورانا دكتورة سمر حمدون اللي هتجاوب لنا على كل الأسئلة دي، استشاري التغذية العلاجية ورئيسة جمعية إسنو المصرية للتغذية والسمنة. رمضان كريم يا دكتورة، كل سنة وحضرتك بألف خير. وانت طيبة يا دكتور يوستينا، ميرسي جدا جدا، شكرا ليكي. ناس كتير يا دكتور بعد ما بتفطر على طول في رمضان شوية مفيش ساعتين وعلى طول بحس ايه ده انا جوعت تاني، فبالتالي بلاقي نفسي انا باكل 3 4 مرات مثلا من اول وجبة الافطار، يعني اللي هو الموضوع بيبقى صعب قوي. فده انا عايزه اعرف او تعرفين يا دكتور ده اسبابه ايه، او ليه الناس بتقع في الفخ ده مينلي يعني. طيب خلينا نبتدي. احنا في كامبين بنعملها دلوقتي انه السحور هو الاساس في يوم صحي. اوكي. يعني لو انا اوريدي كنت اتسحرت كويس في اليوم الاولاني وما اكلتش حاجات فيها سكريات من السحور بالليل واكلت بروتينز كافية، ايوه. عمري ما هيجي عليا وقت الفطار وانا عندي كل النهم ده. ثانيا، احنا ايه اللي بيحصل لنا في وقت الفطار؟ انا دلوقتي صايم بقالي 12 ساعه، فاكوردنج للهانجر سكيل او مقياس الجوع احنا بنبقى في اقل مرحله، اللي هي خلاص انا هفتان وتعبان، فكلنا بنجري على اول حاجه مسكره ده تقابلنا. حقيقي. ناخد بقى عصير، ناخد تمر. وطبعا هم مش بيمشوا على السنه انها تمره، لا بالظبط. بياخدوا 11 تمر عشان عدد فردي، فمش بنمشي انها تمره واحده. فطبعا ممكن ناخد تمر، ممكن ناخد العصير بتاعنا اللي مليان سكر. طبعا المصريين بياخدوا سوبيا، بياخدوا تمر هندي، بياخدوا قمر حاجات الدين قمر الدين، حاجات فيها سكر كتير. ومغريات رمضان كتيره وفي بقى ناس قوي. بتاخد خشاف، كل دي ده سكريات يس. بسيطه. وبعد كده ما بنبتديش بالبروتين، بيروحوا يبتدوا بالرز، بالمكرونه، محاشي. فترتيب الوجبه نفسه غلط جدا. ترتيب الوجبه الافطار يعني بايظ جدا. اه هي كل دي كميه كاربس بسيطه، او نشويات نشويات وسكريات. بسيطه، أيوة. سكريات بسيطه بتدخل تعمل زي شوجر رش في الدم، فيبتدي فتعلي مستوى انسولين السكر قوي. انسولين يعلى بطريقه يعمل لي حاجه اسمها انسولين سبايك. اه فاول ما الانسولين يعلى كده، كيرف يعلى، بيحصل لي حاجه اسمها هايبوجلايسيميا، هبوط. لما نلاحظ لما ناكل حاجه دامبنج، لما ببتدي اكل حته بسبوسه ببتدي احس ان انا عايزه احدق بعدها. وده اكشولي هو ده احساس. او ادخل انام يعني بقى انا دخت طبعا هدخل انام شويه بقى وترجعي تاكلي، فبتفضلي فيشس سيركل من ان انت نهم، اكل، جوع، نهم تاني، اكل، جوع، مش هنخلص. يعني الخطأ الاساسي في ترتيب وجبه الافطار. ترتيب وجبة الفطار ضايع. زائد اختيار الايتمز اللي ما بين الفطار والسحور. حسيت بجوع بعد الفطار، بسبوسه، اروح اكل بسبوسه، اروح اكل كنافه. أيوة. مفيش مشكله، انجويت اول يوم وانبسطوا واحتفلوا. أيوة. كل وسط العيله، لكن مش هنستمر على الموضوع. هي الفكره ان كمان لما بياكل بسبوسه بيجوع تاني، بيجوع يعني تاني. ما انا بقولك احنا هنفضل في الدايره المفرغه دي لغايه ما ننام. أيوة. هننام عندنا تخمه، نصحى تعبانين، ونكمل باقي رمضان بهذا السيكونس. فمهم قوي ان انا اركز في السحور على الياف وبروتينات اللي هي بتاع زمان، رمضان زمان، الزبادي، البيض، الفول. هو هقولك على حاجه، الموضوع محتاج ابقى فاهم جسمي، اسمع للكيوز. انا جسمي شبعان. احنا مشكلتنا ان احنا السنسور بتاع الجوع والشبع طاير بايظ عندنا. ده حقيقي. فاحنا علشان نحل المشكله دي هعمل ايه؟ بصي يا دكتور يوستينا، المفروض اعكس. اولا لو انا مصر على انه انا هبتدي بالسنه، فانا هاخد 1 تمر ومش عصير، هاخد بلحه و2 كوبايه ميه، واروح اصلي حاجه واحده منهم، حاجه واحده. مش هاخد مش الاثنين. مش هاخد بلح باللبن، لا هاخد لبن وميه، مش لبن وعصير. مش بلح وعصير. وبعد كده بعد 2 كوبايه ميه وبلحه اروح اصلي، ارجع اخد الشوربه. مش باخد الشوربه شوربه لسان عصفور، شوربه شعريه، نشويات يعني، مش نشويات. باخدها شوربه خضار او شوربه عاديه خالص من غير اي حاجه. ايوه. وبعد كده اخد البروتين الكافي بتاعي. اوكي. لو انت ما خدتش بروتين كافي عمرك ما هتظبط اكلك. البروتين ده لو انا مش قادر اكل لحمه، انا ممكن اكل عدس، ممكن اكل فول، ممكن اكل على حسب يوم مش عامله اكل هاكل عادي جبنه قريش، بيض، جبنه العادي المتاح بالظبط. لكن لازم ناكل ايتمز فيها بروتين كفايه. طيب البروتين الكفايه ده بنحصل عليه منين؟
عندنا ممكن اخد فراخ بكل اشكالها، ممكن اخد كفتة، ممكن اخد لحوم، اسماك. بالظبط كده. وبعدين باخد الخضار السوتيه بتاعي، مش سوتيه السخيف، لا انا اللي هو بتاع بدي المستشفيات خالص خالص. احنا مش عيانين، احنا ممكن ناخد بولة ملوخية، اتس فيري يعني هيلثي، يعني هي بصي كده مليانه حاجات وخضره وجميله. والمصريين كلهم بيحبوا الملوخيه، ملوخيه بالفراخ يا جماعه، بالظبط، الاكله ملوخيه وفراخ. اخر وطبق سلطه. حاجه، شوف احنا في كل اللي قلناه ده اخر حاجه ايه؟ كاربس. بحيث ان انا خلاص معدتي تكون اتملت، بالظبط. حسيت بالشبع انف، فيوم ما اخد النشويات هاخدها بكميه اقل. اخر حاجه خالص، أيوة. يعني بصي اخر حاجه اللي هي بنقول من 3 ل5 معالق رز. طيب هل لو الرز ده اتحول لمحشي كرنب حرام؟ مش غلط، هي بس بالكميه المعقوله. 3 وحدات، 3 أوكي. هل احنا بنعمل كده؟ احنا ما بنعملش كده. انا ببدا بالبشاميل. ايوه بالظبط كده، احنا بنقلب وبعدين الموضوع. ايوه. بس يعني احنا بناخد الحاجات الحلوه في الاول، وبعد كده طبعا دي مشكله كبيره. ان بتوين بقى ما بين الفطار والسحور بنختار ان احنا ناخد تفاحه سليمه. ربنا خلق الفاكهه زي ما هي، يبقى ناكلها زي ما هي، مش ما ناخدهاش عصاير يا عصير، جماعه. ما ناخدهاش عصير. اوكي، فهيبقى تفاحه، برتقان واحده، 2 يوسفي. الياف برضو تمشي البطن وهكذا زي طيب البرتقال. واحد نفسه في حاجه رمضان اللي هي مشمشيه، قراصيه، ما فيش مشكله، بدل الفاكهه بتاعتك 3 تين، 3 مشمش، اي واحده من دول، مش كلهم، مش كله. مش كلهم. وقت السحور بقى بروتين كتير، بيض، زبادي، جبنه قريش فول. بالسلطه، نحط عليه زيت حار، مش لازم زيت فول عشان الناس زيتون. اللي عندها قولون بيصحوا تعبانين، دول اناف جدا. وما تاكلش عيش كتير، انت اللي بيغذيك ويخليك فايق الصبح البروتين يعني. وزود بقى خيار، فلفل الوان، خضروات ملونه. على فكره دي اكتر حاجه انا بشوف الناس مش بتركز عليها في رمضان، اللي هو ايه، بدخل اهجم على الوجبه، فبتلاقي ان انا باخد الوجبات بتاعتي بدون قيمه غذائيه، فالفيتامينات والحاجات دي، عشان كده الناس بتبقى بتتعرض بقى لمشاكل تانية، بشرتي بهتت، شعري مش عارفه ماله. فيعني دي اكتر حاجه انا بشوفها، الناس مش بتركز على النيوتريشس فود، لا بتركز على ان انا جعانه وهاكل دلوقتي. لا، هو لازم اخد حاجه فيها فايبرز كويس، الياف. ولازم الالياف بتاعتي اخدها بشكل كويس عشان احس بالشبع وما جوعش، زي ما دكتور يوستينا قالت في اول الحلقه انه احنا بنجوع بعد الفطار بساعتين على طول. هو اهمل السلطه، اهمل الخضار، اهمل الحاجات اللي فيها الياف هتشبعه لفتره طويله. ممكن ناخد حاجات تساعدنا برضو ان احنا نقلل الانسولين سبايك، ناخد بعض السبلمنت اللي بتقلل من امتصاص الكاربس، ناخد حاجات بتقلل من الانسولين سبايكس اللي بتحصل. لو حد عنده مقاومه انسولين يبتدي يظبطها، والسبلمنتس دي موجوده في مازوره انا دايما يا دكتور بشوف ان رمضان بينقسم لحاجتين، يا اما ناس بيبقى عندها شراهه رهيبه ناحيه الدهون، بتحب بقى الصواني، خاصة ان رمضان اول اسبوعين ده عزومات يعني كل رمضان لما ودفى. يا اما الناس بيكون عندها شراهه اكتر ناحيه السكريات والبسبوسه والقطايف وكده. فانا بشوف انه مازوره عندها الحتتين دول، يا اما مازوره اكسبرس، احنا ممكن نبلوك، وممكن ان احنا نكنترول مازوره بلوك. بالظبط مازوره بلوك عن طريق انه بنعمل انهبيشن او بنقلل انزيم الاميليز اللي بيبقى مسؤول عن هضم النشويات او السكر. باخده امتى يا دكتور بالظبط؟ مثلا لو عايز انا دلوقتي، لو يعني نفسي جت شويه على بسبوسه او كنافه، هل ممكن اخد حاجه مساعده؟ بيفور ميلز على طول ان شاء الله، يعني ممكن مثلا نص ساعه قبل ما اكل الحاجه الحلوه بتاعتي. اخد مازوره بلوك الموف ده يا جماعه. ان كيس انه اكلت حاجه فيها كاربس، ده بيقلل، او حاجه فيها نشويات، حاجه فيها سكريات، بيقلل من امتصاص السكريات دي. اوكي. طب لو حاجه فيها دهون كتير، هل ممكن برضو اخد مازوره اكسبرس بحيث انها تقلل علشان تقلل من امتصاص الفاتس اللي احنا عندنا عندنا الرقاق كلوه زي ما هو. يعني انا في اكلات بحس انه حرام عليك ما تعملهاش دايت انت كده، ما هو انجويت زي ما اتعملت. ايوه. بس تاني يوم خلاص هناكل اكل نظيف. فانا النهارده اكلت رقاق مثلا، ممكن اخد المازوره اكسبرس قبله بحيث ان هو يقلل من امتصاص الفات، بيقلل امتصاص الدهون بتاعه الوجبه، يعني بتاعه الرقاق بنسبه 80%. فدي حاجه هايله بالظبط يعني. طبعا. فده حاجه ممتازه جدا جدا.
وهيساعد انك تنجوي الحاجه بطعمها، كل الحاجه وانبسط بيها بطعمها. بالظبط. بس خد حاجه تساعدك في ان انت تقلل امتصاصها، وفي نفس الوقت برضو تاني يوم يعمل زي انقاذ. ازاي يعمل انقاذ؟ هيشيل كل الكاربس من الفطار وتاخد بروتين وسلطه وشوربه. يعني انا النهارده رحت عزومه، هاخد المازورا اكسبريس، وبعد كده ممكن بعدها اكل الجزء اللي انا نفسي فيه بكميات معتدله. خلاص، تاني يوم هبتدي انه انا هوقف كاربس، وهبتدي اكل دهون صحيه، حاجات فيها بقى نظبط الدنيا بحيث نعوض اليوم اللي فات. لكن اكبر غلطه بنعملها في حق نفسنا ان احنا نلخبط اول يوم رمضان، تاني يوم رحنا عزومه نلخبط فيه، وبعدين اقول ما هي كده اول اسبوعين نص رمضان خلاص كده كده بايظه بقى، خليني للعيد. ويجي العيد عيد بالكحك الكحك بتاعه بقى. فبعد العيد فبنطلع زايدين 10 كيلو. طب احنا ليه وصلنا هنا؟ وصلنا هنا بسبب الاستمرار في الغلط. صح. ما وقفتش نفسي وقت ما كان المفروض ان انا اوقف، هو ما ساعدتش نفسي باي حاجه ممكن تساعدني لو انا مثلا مش قادر وهكذا. وتولز كتير، يعني بقى موجود دلوقتي بالزبط. حاجات كتير تقدر تساعدني انه انا اطلع من رمضان زي الفل، خاسس مش ثابت، خاسس. فبقت التولز كتيره قوي. حلو قوي يا دكتور. عايزين بقى ننطلق للشق التاني، وهو اللي بيضايق بقى ستات كتير. انا بشرتي انا مش عارف ايه، حسيت ان انا على اخر الشهر او نص الشهر حسيت بهتان جامد في البشرة، شحوب، هالات سودة، حتى شعري بقى اضعف. هل ده ليه اسباب متعلقة برمضان او بيزيد؟ هل الصيام سبب؟ هل لخبطتي في الاكل كلهم سبب؟ احنا عندنا اولا في لخبطه في النوم. يعني السيركاديان ريزم بتاعنا ضارب. الناس بقت بتقلب يومها وبتسهر بره كتير طبعا، وبنسهر علشان السحور، فطبعا في لخبطه في النوم. ما بنشربش سوائل بشكل حلو. واحنا صحه السكين وبشره وشعر بيعتمدوا مينلي على الميه. فاحنا ما عندناش سوائل كفايه. وطبعا الفتره ان بتوين الفطار والسحور بنهمل تماما نقطة شرب المية وشرب السوائل. ده حقيقي، بتقع مننا جدا. والوقت بيجري وبنلاقي نفسنا ما شربناش سوائل حلو. زائد أكل السكريات والحلويات. السكريات والحلويات من أهم الأسباب اللي بتبوظ البشرة. بيكسر كولاجين. طبعا بيكسر الكولاجين وبيعمل ايجينج وبيعمل كل حاجة مش لطيفة. يعني هو حتى البشرة ما بتكونش نقية، بيكون فيها غمقان في بعض الأماكن، ما بتكونش ألطف حاجة. ونقص الحديد والهالات شوفي الناس لما بتقلل الكاربس وتقلل السكريات، احنا بعد شهر بنحس البشرة دي بقت ايوه. انا بشوف التشالنجز اللي بيعملوها كمان الاجانب، وبقت تتعمل هنا شويه، اللي هو اقطع كاربس لمده، بتلاقي في اول او تاني مرحله البشره بقت جلوي احسن بالزبط. بكتير. بسبب احنا مشكلتنا في رمضان كمية كمية عصاير، كمية كنافة بالبيستاشيو. يا ريت كنافة بالبيستاشيو، كمية صوبيا. يعني انا مش عارفة هما بيعملوا كده ازاي، بس اوكي. يعني طبعا ده شهر الناس كلها بتتبسط فيه، انجوي وانبسطوا واحتفلوا وكده، ورمضان كريم. بس خافوا على صحتكم قوي قوي، لان الستات بالنسبه لها جمالها مهم، وشها مهم، ده غير ان هي بتتعب في البيت والعزومات وكده، فده اصلا بيحط عليها كمان ستريس مرهق. بالظبط كده جدا يعني. وضيفي لده كله، احنا ما بنتعرضش للشمس حلو. يعني احنا طول ورمضان جاي في الشتاء، فالدنيا مش كويسه. بناكل دهون غلط. يعني يا ريتنا بناخد حاجات مثلا فيها اوميجا 3، ولا بناخد حاجه مثلا فيها اوليف اويل، ولا بناخد اسماك. ده احنا في رمضان في ناس مننا بتقطع السمك خالص، ما بناكلش اسماك دهنيه. ما عندناش سلمون، ما نقدرش ناكل سلمون. طب حضرتك تنصحي بايه؟ يعني هل في فيتامينات؟ انا عايزه برضو اعرف منك، او نقول للستات في تحاليل يعملوها الاول مثلا يعرفوا صحه شعرهم واصله لفين. دايما بننصح تحاليل الحديد كلها. دي مهمه جدا جدا. والزنك مهمه قوي قوي. ومخزون الحديد ومخزون الحديد هي الايرون بروفايل دي اساسي بتاعه الشعر. ده حقيقي. هي والبروتين ايرون بروفايل. واحنا بقى نسبلمنت من ناحيه تانية طول ما انا في رمضان، وخاصه لو على ويت لوس بروجرام او بتابع مع دكتور، او باخد دلوقتي GLP وابتديت اخس باخد حقن. فكتير من الناس بيهمل ان هو يدي سبلمنتيشن
during رحله الويت مكملات لوس. غذائية تسنده كمان، خاصة ان هو هيكون حاسس بفتيج وتعب وارهاق من فترة الصيام، فظيع فمفروض فظيع. يعني احنا غير الصيام، انا حتى بخس او مش بخس، انا محتاج لانه اكلنا ما بقاش فيه الحاجات دي كافيه. احنا بالظبط. ما بنقدرش. اولا حاجه زي السلمون غاليه جدا، الاوميجا 3 علشان اجيبه بشكل مظبوط لازم اخده من سورس حلو. فعلشان كده سبلمنتيشن بتاعت اوميجا 3 دلوقتي بقينا بنضيفها اصلا بالظبط. للبروتوكول. مهم جدا الزنك وفيتامين سي. فيتامين سي ده كولاجين، يس. الكولاجين الزنك بتاعنا وفيتامين سي مهم جدا جدا. سي والزنك والبي مهمين، كومبلكس والبي طبعا. كومبلكس مهمين جدا البشرة جدا. والاي. فاحنا دايما بنرشح انه احنا ناخد مالتي فيتامينز يكون فيها الاوميجا 3 او يكون فيها الزنك والفيتامين سي. اوكي، طيب لو جينا اتكلمنا، انا في فترة صيام كواحدة ست بخاف على بشرتي وشعري وعايزة بقى ادخل رمضان، او لو انا في نص رمضان اهتم قوي بالموضوع ده، يبقى لازم الجا للمالتي فيتامين زي ما حضرتك بتقولي او الاوميجا للاوميجا 3 3. مش او اه، بوث. الاتنين مع بعض. الاتنين مع يعني انا بعض. عايزه خلاص وزائد ان الاوميجا 3 هتخليها برضو مركزه بشكل بالظبط. كويس، ايوه، تحسن هتخليها الذاكرة فايقه، بالظبط. هتخليها حاجات. على فكره الاوميجا 3 بتدخل في كل حاجه. يعني احنا يس. بنتكلم هي بتظبط ليبيد بروفايل. ايوه، يعني لو انا وبتقلل ابتدى دهون ثلاثية بتقلل الدهون الثلاثيه. لو انا عندي ابتديت زدت في الوزن، بتقلل الانفلاميشن، ايوه، بتقلل من عوامل الالتهاب. يعني لو ظهري بيوجعني، ركبي بتوجعني، الموضوع السمنه زايد والكورتيزول قوي قوي. كمان بقى يقل بالاوميجا 3 بالظبط في كده. احدث فالاوميجا دراسات. 3 من الطف الحاجات الحاجات. الاساسيه يا جماعه، الاوميجا 3 اساسيه. بالظبط. وده احلى حاجه ان دلوقتي مازوره بورتفوليو كله اكتمل، كمان دخل لنا مازوره اوميجا 3 اللي هي بالقوه الرباعيه، فدي على فكره ممتاز بتسهل جدا. قوي على الست، ان بدل لما تاخد فيتامين دي لوحده، اي لوحده، كي لوحده، اوميجا لوحده، لا انا هاخد الاربعه في 1 كبسول اللي هي مازوره اوميجا، هاخد الاربعه دول في 1 كبسول. بالظبط كده. دي مع الكي مع الاي هايل كمان للبشره والشعر. للبشره بالظبط. بالظبط. والاوميجا 3 بقى عشان تقللي الدهون الثلاثيه وهكذا. وبالنسبه للمالتي فيتامين برضو مازوره فيه دلوقتي المالتي فيتامين، مازوره مالتي فيتامين طبعا يا دكتور زي ما حضرتك عارفه هو يونيك قوي في حته ان اعلى تركيز من فيتامين بي كومبلكس زي ما انت قايله، هو مهم جدا للبشره والشعر. بي كومبلكس مهم بالظبط. للار بي سيز، كرات الدم Yes. فورميشن. يعني لو انا واحد داخل على انيميا، عندي انيميا، احنا مين فينا بتهيألي مصر كلها عندها انيميا. ستات مصر ستات كلها مصر كلهم أيوة، عندهم ده حقيقي. انيميا. فانا بحتاج بي كومبلكس، بحتاج بي كومبلكس لاني للاسف طريقه الاكل مش والطاقه مظبوطه كمان والانرجي برودكشن بالظبط. هايله فيه. فاحنا محتاجين ده. احنا طول الوقت عندنا فتيج وتعبانين وبنشتكي ان احنا تعبانين وجسمنا وجعنا ومش عارفين ان كل ده في حاجه اسمها hidden hunger. يعني انه جوع. انا حاسس انه انا باكل وباكل كتير، وبعض الناس تقولك يعني تيجي مثلا بابنها او بنتها مليان جدا فتقول ايه ده عنده انيميا، وانت مش عارفه هو اصلا عنده مال نيوتريشن. يعني هو سوء تغذيه ملوش علاقه بوزنه وملوش علاقه، هو بياكل جوده اكل مش كويسه اصلا. بس فده مهم ان احنا ندي سبلمنتيشن في الوقت ده، وانس ان احنا داخلين في حاجه على رمضان. جدا عند الشعب المصري انا بشوفها في حاجتين في رمضان، لاني انا بفطر الصواني اللي معموله من غير ما ابص للسلطات خالص. فانا فعلا بيبقى عندي سوء تغذيه مال نيوتريشن، وبحتاج علشان كده وبحس نفسي بقى ان انا همدان فتيج دايخ، فده على طول لازم ادخل مالتي فيتامين الاوميجا 3 زي ما دكتور بتقولي اللي هو مازوره مالتي فيتامين او مازوره اوميجا 3. وكمان بالذات الناس اللي بتاكل متاخر، يعني الناس بقى اللي في السحور بتجوع قوي، او في اي يوم عادي حتى بره رمضان. الفكره في الخطا بتاع الجوع الليلي ان انا باكل اكل انا مش بص على قيمته الغذائيه. بالظبط. انا اكشولي جسمي محتاج حاجه وانا كلت حاجه تاني خالص. بالظبط. ايوه. فانا فاكر انه انا بملى وعاء، هو انت مش بتملى وعاء، انت جسمك بيفانكشن. يعني انت جسمك محتاج حاجات، محتاج يشتغل، عندك اجهزه محتاجه تقوم بدورها، عندك مخ محتاج يركز، عندك بشره بتتبني، وعندك بالنسبه للستات بشرتنا بتتعرض لملوثات خارجيه وفري راديكالز اللي هي الشوارد الحره. أيوة. فطول الوقت احنا في ايجينج بروسيس، بنبتدي نكبر في السن، وبقى عندنا كم عوامل التهابيه بناخدها في اكلنا وبناخدها في حياتنا كفيله لانها تسبب لنا امراض كتير قوي. That's why احنا على طول الوقت
بيبقى فيه جايد لاينز للاوميجا 3. اوميجا 3 ريشيو لازم تبقى مظبوطه في التوتال كالوري بتاعتنا، في والدي اتش اي. الاي بي اي والدي اتش اي مهمين جدا جدا علشان يقللوا الانفلاماتوري بروسيس او العمليه الالتهابيه اللي موجوده في جسمنا، اللي هي بقت اساس اي مرض، اساس اي حاجه. سمنه، مقاومه انسولين، خشونه، روماتويد، حتى الكانسرز على فكره، كانسر، كله بشره، اساسه شعر، التهاب، كله اساسه التهاب، التهابات، قولون، الجات مايكرو بايوتا. دلوقتي كل الحاجات دي ريليتد لعمليه التهابيه. الالتهابات كمان بدايتها دقيق ابيض وسكر مينلي، بالظبط يعني كده. اكتر اتنين عوامل للالتهابات اكتر دي. اتنين في المطبخ المصري وحاجات من صنع البشر. يعني انا دايما اقول ان الواحد لو عايز يظبط اكله يشوف الاكل اللي ربنا خلقه زي ما هو. على فكره هو دلوقتي في انظمه ابتدت تظهر جديد زي الباليو دايت، اللي هو نظام انسان الكهف او ده عصر هايل. الكهف، باليوليثيك ايرا. انه يعني بيتخيلوا الاجداد لو خارجين من الكهف بتاعهم هم عايشين على الصيد والالتقاط. يعني هو بيجيب فاكهه، بيجيب خضار، وبيصطاد سمك ولحمه وفراخ، وعايش على دول، ما بياكلش حاجه تاني، وما بياكلش بروسيسد، ما بياكلش حاجات مصنعه، مبتدله بقى. هم لقوا ان الدايت ده بيقلل عوامل الالتهاب جدا، والامراض طبعا بالتبعيه هتقل جدا يعني. بالظبط، ومقاومه الانسولين، وطبعا النتائج بتكون هايله في كل حاجه. احنا اصلا عشان كده يعني انا جات لي الفكره دي كمان، ان احنا نعمل شعار رمضان مع مزوره، رجع رمضانك على اصوله. ان احنا عايزين نرجع عاداتنا القديمه، ده حقيقي. نرجع صحتنا، نرجع التغذيه الطبيعيه بتاعت اجدادنا. ما كانش فيه كم الانتشار والتلوث والامراض اللي موجود دلوقتي. ده حقيقي. التركيز على البروتينات. انا برضه يا دكتور عايزاكي تقولي لنا فايده ان انا اركز على البروتين. والهرم الغذائي دلوقتي اتقلب وبقى التركز على البروتين. ده حقيقي. هو تعدل. هو الاول خلينا نقول انه اللي كان بيحدد الهرم الغذائي افكار ليها باك جراوندز كده، بوليتكس يعني، وليها سياسيه واقتصاديه بحته. لكن احنا دلوقتي لما الهرم الغذائي اتغير او رجع لاصله، هو اكشولي دلوقتي هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين مثلا من 2 ل 3 سيرفينج، 5 سيرفينج، 5 حصص في اليوم نشويات، ما تكترش عن كده. كنا في الاول لو النظام مثلا 1500 سعر ناخد اب تو 9 حصص من النشويات، وبناخد كام بروتين؟ طاقه مفيش كلام. طاقه دسمنا الى ما لا نهايه. وبناخد 3 سيرفينج لحوم. طيب البروتين بيعمل ايه؟ البروتين ده داخل في كل حاجه. البروتين ده داخل في ريكفري، لو انا تعبان، لو انا عندي دور برد، داخل في المناعه، داخل في الاحساس بالشبع، التئام الجروح، داخل في البشره، داخل في التركيز، كل حاجه في جسمنا بروتين. كل حاجه. فدلوقتي البروتين لما كنا بناخده قليل كنا بنجوع كتير، وبالتالي دخلنا في حته مقاومه الانسولين، بقينا نشوفها في كل ترند بقى، في كل حاجه. مقاومه الانسولين بقى عادي جدا انه يجوا لنا اطفال 10 سنين و9 سنين، اللي هو كان سن اللعب والجري والتنطيط، عنده مقاومه انسولين، بقوا يتحرموا من حاجات المفروض اصلا يكونوا يعيشوها، ولعب وطاقه بالظبط. ده سببه ايه؟ انه كان الحصص بتاعه النشويات كبيره قوي اللي كنا بناخدها. البروتين مهم قوي قوي يتاخد بكميات كويسه عشان نحس ان احنا شبعانين. عشان انسولين ليفل ما يعلاش فنجوع بعدها بشويه، او سكر الدم يبقى ملخبط، او الخلايا تبقى خلاص مش قادره تدخل السكر، الانسولين مش عارف يدخل السكر جوه الخلايا، فبيعمل تراكم للدهون في مناطق زي البطن. يبقى نشوف دلوقتي كرش. ده حقيقي. احنا الفراعنه، انتوا عمركم شفتوا على الجدران الفرعونيه فرعوني بكرش؟ الكرش ده والله ده مستحدث على المصريين جدا. فبقى شكلنا كده. وده سببه ايه؟ مقاومه الانسولين، وبسبب اكل النشويات الكتير. احنا محتاجين احنا محتاجين نزود بروتين، ونزود رياضه، نزود حركه، الدهون الصحيه تاني. عندنا زيت بذر الكتان، وعندنا الاسماك الدهنيه والسلمون والتونه والزيتون والافوكادو اوميجا 9 طبعا، افوكادو غالي شويه، بلاش نقوله للناس، والله بخاف اقول فبلاش نقوله للناس. مكسرات، فول سوداني، لو ما فيش مكسرات في فول سوداني،
وندي للولاد معلقه زبده فول سوداني. بس طبعا يا دكتور ما أصح 100 كترش مرة. منها قوي برضو، هي احنا بنقول حفنه. حفنه يعني. اه مش باكل كيس لب سوري بالظبط. بقى قدام المسلسل. لب لا اصلا، يعني اه انا اي دونت ريكومند، لانه اكشولي لما بنفتح فيه احنا اهو دكاتره ما بنقدرش نكنترول ايوه يعني. فالناتس ورمضان محسوبه. بيحب اللمه برضو يعني. لا 7 لوزات على ايدي، 7 كاجو على ايدي، 12 واحدة فول سوداني، كلهم بوان سيرفنج، يعني حصة واحدة مش هتعمل معاك حاجة، يس. هتدي لك الفايدة اللي انت عايزها. طيب بما اننا ذكرنا البروتين، حابه اكد كمان ان لو احنا اتكلمنا عن ان الست لازم تاخد مالتي فيتامينز زي مزوره مالتي فيتامين، هو الوحيد كمان اللي فيه امينو اسيد، ودي حاجه انا بشوفها غاليه جدا. يونيك. بالظبط، يونيك يونيك. قوي قوي ان يبقى فيه مالتي فيتامين زي فيها مزوره امينو مالتي اسيد. فيتامين فيه امينو اسيد او فيه بروتين. اه فدي حاجه برضو هتساعد جدا الست وهتزود التركيز بتاع البروتينات. دي هتساعدنا في كل حاجة بقى. زي ما قلنا مناعتنا مهمة، أدوار البرد بقت بتيجي بشكل سريع جدا بسبب إهمالنا البروتين. بقينا بنطول في الريكفري من ايوه أي حاجة، يعني لو واحد متعور ما بقاش يحصل هيلينج بالظبط، بسهولة. بسرعه ومناعه بالظبط كده. ده حقيقي. علشان أي حاجة مهم جدا، بروتين داخل في كل حاجة في جسمنا، اوكي هو المكون الأساسي يعني. ده حقيقي. اكوني بقى الهرم خاص اللي اتعدل. اتعدل بالظبط. دكتور، طب لو جينا قلنا بالنسبه بقى الحاجات، انا عندي مشروب عايزه احليه بعسل ولا احليه بسكر ولا احليه بسكر ستيفيا طبيعي؟ انا بفضل انه احنا اصلا ما نعودش نفسنا على الطعم المسكر، لاني اكشولي هو التيست بادز بتاعت لساننا بتتعود. فانا ده ممكن حقيقه. يعني ابتدي اقلل احساسي بده، وعشان اطلع من ده بالتدريج ممكن اخد بديل زي ستيفيا لانه طبيعي. هو طبعا ده يس. very natural، عشبه يا جماعه، ده عشبة ما عباره عن دخلتش عشبه. بقى تصنيع ولا بالظبط. كيميكالز ولا وده اي احدث حاجة. حاجه انضمت لنا برضو في مزوره بورتفوليو، وبقى عندنا مزوره ستيفيا. يا ممتاز جدا ده جدا. هايل، وكمان مدعم بالكروميوم والانيولين. الكروميوم الكروميوم عشان عشان انسولين بالظبط، ريزيستنس، واظبط مستوى والانيولين السكر. نفس بالظبط. الشيء برضو. الانيولين طبعا عشان ادعم الجهاز الجات الهضمي مايكروبيوتا، بالظبط البريبيوتيك. البكتيريا المفيدة النافعه النافعة بتبقى احسن مع الانيولين. يس. فمازورا ستيفيا او الستيفيا حضرتك بتفضليه اكتر لو ستيفيا اضطريت ان انا احلي اي مشروب يعني ناويه اخده مثلا في رمضان او ممتاز جدا جدا. ممكن اوكي. يعني بصوا يا جماعة، ممكن نعمل كركديه ونحط عليه سكر ستيفيا، ما تحطش سكر ابيض عشان ما نحسش ان احنا عاملين مصيبه. لكن اكشولي لو خدت كركديه بسكر ستيفيا، انت كده واخد حاجه الى حد ما بدون سعرات، يعني كاني بشرب ميه. فانت ممكن تهايدريت يور سيلف بمشروب زي ده، بس ما يبقاش صوبيا مثلا، يعني اوريدي بيبقى فيها فيها سكريات أصلاً. فيها سكر بتاعها. عندي عقده انا من الصوبيا عشان دي كارثه بتعمل كوارث في رمضان. فممكن حاجه زي الكركديه نجيبها ونعملها بالسكر ده. الستيفيا. وبرضو الناس اللي بتحب تشرب عصير الليمون ممكن تحط عليه ستيفيا. عشان ممكن المرارة اللي فيه يعني. الناس اللي بتحب تحط على القهوه والشاي مفيش مشكله ان انا احط برضو ان انا مزورة احط ستيفيا مثلا، ستيفيا بالظبط يبقى كده، لذيذ. هتبقى ممتازه جدا جدا. اوكي يا دكتور سمر، هنلعب لعبة صغيرة قوي، هقول لك اختيارات وانتي بقى تفيدينا وتفيدي الستات كلهم ازاي اختار ايه منه. اوكي. طيب اول حاجة، عصير ولا فاكهة؟ فاكهه طبعا، اتفقنا فيها الياف مش هترفع السكر، هتحسسنا بالشبع فتره اطول. اوكي عصير بيرفع السكر بس. صح. حلويات يوميا ولا مرة في الاسبوع؟ مرة لمرتين في الأسبوع، مرتين ممكن في رمضان مفيش مشكلة، بس ظبطوا باقي الأسبوع، يعني خلاص لخبطنا مرة مفيش زي مشكلة ما قلنا نعوض بالظبط. تاني يوم. طيب سكر ستيفيا ولا سكر بني؟ لا سكر ستيفيا طبعا. بني ده يا جماعة ما بيفرقش أي حاجة عن الأبيض، عشان احنا نبقى عارفين فاكت علمية كده، البني زي الأبيض بالظبط، هو مش هيفرق عنه أي حاجة، لا في كالوريز ولا في أثر لا في أي حاجة، فهما الاتنين زي بعض، فأنا هختار ستيفيا. ستيفيا، عندنا مزورة ستيفيا زي ما قلنا دلوقتي. طيب شكرا يا دكتورة سمر جدا. اخر حاجة عايزينك توجهي نصيحة ذهبية للستات كلهم في رمضان، ازاي يدخلوا بقى رمضان، او لو هم في نص الشهر ازاي يظبطوا بقى جسمهم وبشرتهم وما يجوعوش، يعني نصيحة ذهبية كده اخيرة ليهم. لو هنصح نصيحة ذهبية للستات في رمضان، هقول لها اهتمي بنفسك، انتي أولوية، لو انتي اللي شايلة كل ده. صح. فلو انتي كويسة، صحتك كويسة، كل حاجة هتبقى كويسة. فاستثمري في نفسك وبسطي اللي حواليك. لو انتي مش مبسوطة، اللي حواليك مش هيكونوا مبسوطين. ازاي تعمل ده؟
بانه انا مش هحرم نفسي من حاجه، هتاكلي اللي الناس بتاكله، اخد حاجات تساعدني مفيش مشكله، اقنن كميات الاكل اللي باكلها، بدل طبق الرز الكبير 3 ل5 معالق رز، اكل حته فراخ وحته لحمه، ما اديش حته الفراخ بتاعتي لحد. خلاص. اوكي. عشان كل الامهات المصريين بيقولوا كده. خلاص. ابني اولى. ابني اولى. الحاجه التانية طبعا انه احنا ناخد سبلمنتس، خدي فيتامينات الله يكرمك، لانه دي مهمه جدا جدا. بننسى نفسنا كتير، بننسى ان احنا ناكل سلطه كتير، بننسى ان احنا ناكل فاكهه كتير، فدي مهمه قوي قوي قوي. خدي سبلمنتس مظبوطه، اهتمي بشعرك وبشرتك، لو شفتي نفسك حلوه انت هتبقي مبسوطه، هتدي اكتر. صح. بس كده، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبة يا دكتورة سمر، ميرسي جدا. عايزين نسألك رمضان بالنسبة لدكتورة سمر في كلمة واحدة هو ايه؟ الدفى، العيله، بس أيوة. كده، عيله ودفى بس. عشان كده نرجع رمضاننا على أصوله، ونظبط كل حياتنا وكل عاداتنا ترجع على أصولها تاني. شكرا يا دكتورة سمر ونورتينا، وكل سنة وحضرتك بألف خير ورمضان كريم. شكرا دكتور يوستينا، ميرسي، ميرسي جدا، الله ميرسي. اكرم، ومبسوطه اني كنت معاكي قوي قوي. وانا قوي قوي بجد، والستات اعتقد كلها استفادت وبشرتها هتتغير في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله.